الباشا سلوان، السيد رئيس المجلس الجماعي سلوان، والسيد نائب رئيس رئاسة الحركة البلدية، والسيد ممثل المجلس العلمي، وكذلك المندوبية العامة لإدارة السجون على هذا الحفل البهيج الذي نحضره اليوم وإياكم في إطار الاحتفال بالعشر الأواخر لرمضان المبارك الكريم. منذ أيضا أشكر جميع جمعيات المجتمع المدني التي ساهمت في هذا النشاط. السيد المجلس العلمي، السيد نائب رئيس هيئة الدرجة الملكية بسلوان، السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلوان، السيد مؤسس محمد السادس إعادة الإدماج بالناظور، السيدات والسادة السادة الكرام، سعداء باستقبالكم في هذه الأمسية الرمضانية في إطار الاحتفالات والإفطار التي كتنظم المؤسسة. يعني سأشكركم جميعا أنكم لقيتم الدعوة ديال الحضور لهذا الإفطار هذا فائدة النزلاء اللي كيستهدف واحد المجموعة ديال الفئات، يعني الفئة ديال الأحداث، الفئة ديال السجناء الأفارقة والأجانب كذلك المسلمين، بالإضافة للسجناء يعني المغاربة معنا، ويعني كنشكركم مساهمة من قريب وبعيد أنه يعني يكون هذه الأمسية الرمضانية، وشكرا لكم جميعا مرة أخرى لحضور اليوم على كمية ديال الدعوة. والسلام عليكم. وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السادة الحضور الكرام كل واحد باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور أن يشارككم فرحتكم هذه وأن يحضر هذا الحفل البهيج وهذا الإفطار الجماعي الذي نص عليه الحديث النبوي الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الاحتفال أيها الإخوة الكرام كذلك من حضر من السادة المسؤولين هذا فيه إدخال الفرحة على هؤلاء المواطنين وكذلك تنفيس عليهم، فمن نفس عن مسلم نفس الله عليه في الدنيا والآخرة. أشكر السيد مدير المؤسسة على دعوته الكريمة، والشكر موصول إلى أطره وموظفي إدارة السجون، وكذلك مركز المصاحبة ومؤسسة محمد الخامس للمجد السادس للمجد إعادة السجناء، وكذلك إلى السادة ممثلي السلطة المحلية السيد الباشا أبو زكريا هو رئيس المجلس الجماعي، والشكر موصول إلى إخواننا نزلاء هذه المؤسسة عجل الله بفرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم. مصطفى عبد النبي، رئيس جمعية نعمة المنعم المديح والسمع. نفاح نهار ذا مقران أكل المؤسسة السجنية لإعادة الإدماج، رئيس المجلس العلمي، المندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، نشارك كيس نهار ذي الحفلة الإفطار الجماعي كني النزلاء ذي الأيام الكريمة من شهر رمضان المبارك والعواشر الأواخر. نشارك كيس نسيف خاصة بعض الفرحة نتتارس الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الفرج العاجل، ولما لا المؤمن المصاب ونشي الأمل نغذي ربي سبحانه وتعالى ذنب قران أذيري إن شاء الله نجلس الصدى طيب الأثار طيب ذي الأيام. نتمنى أدى فنس الرحمة الخير الأمة الإسلامية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السجل المحلي بالناظور نظمت هذه المؤسسة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج السجناء والمجلس الجماعي لمدينة سلوان حفل إفطار لفائدة نزلاء هذه المؤسسة. استفاد منه 350 نزيل من مجموعة من الفئات، خاصة الفئات الهشة، النزلاء الأحداث، النزلاء الأفارقة والنزلاء الأجانب غير المسلمين. يأتي هذا في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والرامية
إلى جعل المؤسسات السجنية مؤسسات مواطنة، مؤسسات حقوقية، ومؤسسات ذات بعد إنساني. كذلك يندرج هذا الحفل الإفطار في استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى التخفيف من وطأة الاعتقال على النزلاء خصوصا الفئات الهشة. وشكرا. مهزوز، منسق مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالناظور التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. إنه ليوم جميل أن نحتفل في هذا الشهر الفضيل، ولا سيما العشر الأواخر من هذا الشهر، بحيث اعتزم مركز المصاحبة وإعادة إدماج بالناظور على تنظيم إفطار جماعي لفائدة نزلاء مؤسسة السجن المحلي بالناظور بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الجماعي لمدينة الناظور والمجلس العلمي. وكما يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أطر مؤسسة محمد السادس وعلى رأسهم السيد المنسق العام أن نوجه جزيل الشكر لهم على تعليماتهم السديدة والرامية إلى تفعيل مخطط الإدماج والتأهيل والتآزر والتضامن الإنساني. كما لا ننسى أن نوجه الشكر للسيد مدير المؤسسة على حسن الاستقبال والتنظيم، وكذلك لجميع أطر وموظفي المؤسسة. ونتمنى من الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يوفقنا ويوفقكم جميعا إلى الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قائمين على الشأن المحلي، على السجن المحلي الناظور، على هذه الالتفاتة التي قاموا بها تجاه النزلاء السجناء. نشكرهم شكرا جزيلا على هذه الالتفاتة التي قربونا بها وحسوا بنا كعائلة واحدة مع الزملاء في السجن. شكرا.